السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاضل لي عرضين ويكتبوا مجنون اسكندرية. أنا من عشاق اسكندرية، وكل يوم وكل لحظة شعب اسكندرية بيثبت لي إن أنا فعلا حبيت الناس الصح. العرض ده يعني أنا مش هقول مين اللي مقدمه ومين اللي دعمه، ولكن أنا هقول العرض ده محبة لألف عين. أنا ما استأذنتوش أقول اسمه، وهو هيشوف الفيديو هيتفاجئ بيه. معالي الباشا ألف عين. احنا الراجل ده عمل معايا فوق الصح بشويه في امر معين، يعني محبه لله في الله والله يا جدعان، وهو من اسكندريه، فيعني زاد الشعر بيت ان انا من عشاق اسكندريه، وهو فعلا يعني انا عامل العرض ده مخصوص محبه فيه والله. وبناء عليه اللي هيحصل على العرض هيبقى بسبب الراجل ده، بسبب ألف عين. انا بحبك في الله وكتر خيرك وبميلك على راسي. معلش يا جماعه، هو دايما الموضوع مش بيع بس والله، الموضوع اللي احنا بنحاول الموضوع يبقى اسري كده، اي حاجه جدت، اي حد عمل حاجه محبه مثلا يعود على الكل. طلعنا فاتوره لحد من اسكندريه برضه، كان عجبه الصنار الالماني واختار من كل مقاس من 1 ل 8 من كل مقاس 100، يعني ب 800 جنيه، وخد جنبهم شويه خيط وبتاع. المهم الفاتوره بتاعته كانت عامله 1000، عباره عن صنار وخيط. طيب احنا بقى محبه فيكم في الله وتحت رعايه ومحبتنا ليه ألف عين، عملنا لكم عرض باسم اسكندريه تؤمر. اسكندريه تؤمر. يلا بينا نشوف العرض يا جماعه. 12 عرض بس، احنا عشان الموضوع كبير قوي في العرض ده ما عرفناش نكتر عن كده، على قدر يعني قدر استطاعتنا، يعني 12 عرض بس. فرجاء اللي اتعامل معاه قبل كده او عارف شغلنا يجي على الواتس على طول يقول عايز عرض اسكندريه تؤمر او ألف عين. الراجل ده انا من خلاله بمسي على الدنيا كلها، لانه هو راجل يستاهل الخير، وخيره ان شاء الله هيعم على الناس كلها. يلا بينا نشوف عرض اسكندريه تؤمر. يا ألف عين، انا ما ينفعش اجيب حتى حروف اسمك واطلع حاجات قليله، فيلا بينا. معلش يا جماعه، انا من حب في الراجل ده وحبي وفرحتي بالعرض ان هو هيعم عليكم بسببه بتخليني اطول شويه في الموضوع. بص يا سيدي، الشيمانو التعبان والشيمانو اللوكس انا هخيرك في عود ما بينهم. انا الخامه دي هي الخامه دي، الجوده دي هي الجوده دي، التشطيب ده هو التشطيب ده، ولكن عشان لو في حاجه فيهم يعني الدعم كتر او حبينا نزود العرض وطلعنا ده بس وكانت كميته قليله، ما نقولش العرض خلص، لان اي بند بيخلص لو مثلا ده خلص وقلنا للزبون او للعميل او للاخ والصديق اللي هيشتري هنحط لك ده مكانه، يقول لك لا ده انا كنت عايز ده، والعكس. يعني بيبقى في ناحيه انطباعيه ان البند اللي يخلص من العرض لا ده هو اساس العرض. فاحنا دايما بنوضح للناس اخواتنا ونبين لهم الحاجه. العيدان دي اشتغل بيها على الحي وشمط بيها وشوح بيها واشتغل بيها فله واكسر وتعالى قول لي انا كسرت. في جموديه قلب اكتر من كده مفيش، عشان خاطر الف عين. لما يجي لك ده او ده سيان فك الكعب، لان مش في التصوير مش هيبان، وهستنى رسالتك على الواتس تقول لي سمك الكربون قد ايه. ما تقوليش الشغل بتاعك حلو وما شاء الله، انت على راسي طبعا، بس عشان اللي الناس ما شافوهوش في الفيديو ده حضرتك اللي هتقول. كعب معدن، فرنيه معدن، مع قرب يا محمد، مع صامولة امان، شغل لوكس طبعا، 4.5، الدبل الليزر ضد الصدى، جلبة 2 مللي هنا دي يا محمد، شيمانو. نحاول يا محمد نجيب سمك، الواحد ضعف ولا ايه؟ نجيب سمك العقله، حاول بقدر المستطاع يعني تمسكه في ايدك مثلا بايد وتحاول. معلش بنطول عليكم، سمك العقله اللي جوه، اللي هو اللي جوه ده. جت ولا عايزه اضاءه ولا هو ضلمه؟ ضلمه. ها انا عارف، كان علاء بيغلب معايا برضه، علاء راح الجيش ادعوا له يا جماعه. خلاص، فانت معاك عيدان نافس بيها. لو في واحد معاه عود ياباني جايبه ب 850 جنيه نافس بيها بده او ده، خلاص. فانت هتختار واحد، ركز معايا، هتختار واحد فيهم مش الاثنين، هتختار واحد. اخترت واحد، حلو الكلام.
واحفظ الحاجات اللي بتطلع عشان العرض ده هيعدي قوي فوق خيالك، مش هيعدي فلوس، هيعدي فوق خيالك. خلاص، عشان خاطر الف عين. وجبنا لك مع العود الشيمانو اللي هتختاره، نجيب لك بقى حاجه شعبي وبتاع، لا جبنا لك الدايوه الرد. تعال يا باشا صور البيانات دي وركز عليها شويه. 4 متر 20. تمام. واللي من اسكندريه عايزه 4.5 اجيبه له 4.5. تعالى شوف التشطيب بتاع قشر السمكه بتاع كل عقل، ودقق على الرسمه. هيجي لك العود الدايوه الرد ده اللي هتشمط بيه وتشوح بيه وتشتغل بيه اللي انت عايز تتخانق بيه. هيجي لك هتفك الكعب وتقول لي سمك الخامه الكربون قد ايه. ما تقوليش حاجه على الواتس غير يعني انت لما تنبهر بالحاجه اللي جايه لك، انا بس عايز الرساله تقول لي السمك ده شفته في حته تانية ولا لا. خلاص، يبقى انت ليك عود شيمانو وعود دايوه رد. اذا انت عرفت لك ايه العود الصب اللي عايز. فاكرين الناس اللي متابعاني العقله دي قد حجم الشليمو. قرب يا محمد. العود مرن بين الجدر، لا مش رقع خالص، هو مرن. يعني هو مش رقع ومش جبر، مش ناشف قوي لبتوع التصقيب عشان اسكندريه تؤمر. ده العود اللي شمطنا بيه على الكرسي الحديد. شفت رفع اللبلوب قد ايه؟ طب والله لا اعمله باللبلوب بس. بص انت تخيل انا عامل ايه، بلاش تتخيل. لما يجي لك احفظ الرسمه دي وزود عليها شويه، اعملها كده وشوف قوه ايدك، لان القوه اللي انا شادد بيها مش هتبان في الفيديو ضد الكسر حرفيا. خلاص كده انت ليك عود شيمانو، عود دايوه رد، العود الصب اللي ضد الكسر. هنحط لك مكنه 3000 حله معدن لوكس على العود الصب. ما تستعجلش عشان هروق عليك، عشان خاطر تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى لن، عشان خاطر الف عين. حله معدن عشان خاطر تحطها على العود الصب. لو هتشغله مثلا في كفر الشيخ ولا حاجه، يعني اسكندريه او الف عين هيدلع الناس كلها، او تشغله مثلا في الغله في كفر الشيخ او اماكن ضيقه، تحط المكنه 3000 دي عليه. بالنسبه للعود الدايوه الرد، المكنه البلش لو تفتكروها فاضل عندي شويه فقلت اطلعها عليها. مكنه سريعه جدا، البودي يا محمد، والتصميم حله غويطه جدا يا جماعه للتشويح. عايز تسقط سقط، كل الشغل لوكس، كل الشغل مانوال واوتوماتيك عشان تحطها على العود الرد. اهو، ونافس يا باشا وتصور وحط في النيش براحتك. خلاص، وجبنا لك المكنه السيرس بتاع العرض اللي فات، باقي منها برضو شويه. ما انا بقول لك عشان الف عين دي تسمع في جمهوريه مصر العربيه كلها. دواخل نحاس، تاني اسرع مكنه في مصر بعد الباور، يعني الاتنين في مرتبه واحده، مش تاني هي المركز التاني، لا المكنه. انا هزق الدراع بس. دواخل نحاس، العمود من الصلب برضه مانوال واوتوماتيك. اعمل والبودي لمعه الكربون اللي في البودي، طبعا الحله معدن والدراك عالي جدا وصلابه الحله عاليه جدا، شرحناها قبل كده في العرض اللي فات. عشان تحطها على العود الشيمانو اللي هتختار، هروقك كده. انت معاك 3 عيدان ب3 مكانات ب3 انواع صيد. شيل دي من دي، تحط مثلا السرس على العود الصب وسقط بيه، احدف من على كوبري بدماغك، انت كده متدلع. يلا نكمل العرض. نقول تاني يا جماعه، نقول تاني ونقول تالت ونقول رابع على السنار الالماني. انا مكبر قوي عشان انا مقرب قوي عشان تشوف كل التفاصيل. طول الحربه، الراجع ما شاء الله عليه، العكفه اللي فوق، الحته اللي فوق دي تربط فيها الخيط، الراجع اللي ورا ده عشان الطعم ما يزحلقش. طبعا نشرنا اراء الناس كلها فيه. نخش في الموضوع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتوره كانت عباره عن 800 سن الماني من اللي انت شفته، من مقاس 1 ل 8 او المقاسات اللي انت عايزها من عندنا الاثنين. 800 جنيه السن بجنيه، واخر كميه بعد كده مش هيبقى موجود لان سعره هيرفع عن كده.
فمش هينفع اصلا، كان بجنيه والناس بتقول ده غالي جدا. فللاسف اليورو والدولار في السماء، فمش هنعرف نوفره تاني. خلاص 800 سنت 800 جنيه. حطينا 4 فوسفور راس وعلابه جامبو تحط فيها احتياجاتك، وكيس واحد سنار فرنساوي اللي هو الدحلاب مترمل جاهز لان الكميه قربت تخلص، فحطينا واحد. وحطينا تشكيله من الخيط المستورد ليك 4 يعني، ما بين الاجوانا البولندي والبني الامريكي والمستورد. سعر البقر من 25 ل 35، ولكن ما عليك. الاكسسوارات اللي انت شايفها دي يعني السنار 800 جنيه، بقيه الحاجه ديت وصلوا ل 1000 جنيه او 1000 ل 20، قول 1000 جنيه مثلا يعني. بص يا باشا، احنا كده قلنا شويه الاكسسوارات اللي انت شفتهم دلوقتي، الفاتوره اللي طلعت كانت ب 1000 جنيه. ركز معايا بقى. ادي العود الصب بمكانته، وادي الدايره الرد بمكانته اللي انتوا شفتوهم في اول الفيديو، وادي الاثنين شمال اللي انت هتختار ما بينهم، والمكنه بتاعته. يعني ليك العود ده ومكانته، والعود ده ومكانته، والعود ده ومكانته، ده او ده يعني بمكانته. طيب نحط كام على 1000 جنيه يا جدعان بقى، ونطلع اللوكشه اللي انتوا شايفينها ديت من البراندات عليه. نحط مثلا كام، 2000 ونص ولا ايه؟ نحط 2000 ونص يبقى العرض ب 3 ونص. طب صلى على سيدنا النبي، ومش شرط في تعليق يعني، صلى على سيدنا النبي بس وخلاص. واكراما ومحبه لألف عين وشعب اسكندريه، 700 جنيه. اللي انت شايفه يا معالي الباشا ب 1700 جنيه. لف اليوتيوب كله وتعالى قول لي عايز عرض اسكندريه تؤمر، او قول لي ألف عين. في خدمتكم دايما. التواصل واتس، لان انا عارف ايه اللي هيتم بعد ما الفيديو ده ينزل. ما بتردش ليه وعايزين نحجز قبل ما يخلص. 0173 80 187 ده رقم الواتس، وده رقم الارضي للاستفسارات 048 20 3 8866. في خدمتكم، والف شكر يا الف عين على الواجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.